تعال اقول لك على اشهر الافعال الشاذة اللي التصريف الاول فيها هو نفسه التصريف الثاني هو نفسه التصريف الثالث. يعني لما بتيجي تستخدمها في الماضي مش بتضيف لها اي دي ولا بتغير في شكلها اي حاجة. اول فعل cut cut cut. الفعل الثاني hit hit hit. بعد كده hurt hurt. واخد بالك من الصوت المتحرك ده اسمه r sound، ده ليه نبرات كتير. النبرة دي شوا r. بتنطق ازاي؟ بتضم بقك وتقول وتضيفها للh فتبقى her وتحط الت hurt. بعد كده shut shut shut. خلي بالك بقى الصوت المتحرك اللي في الكلمة دي اسمه short u، وده وقت قليل عامل زي الفتحة عندنا في اللغة العربية بس مفخمة. shut. ما تطولش الوقت بقى وتقول لي shot. ده نفس الصوت اللي موجود في اول فعل قلته لك cut shut، وده بينطق put put put. بعد كده cost cost cost. خلي بالك الصوت المتحرك اللي في الفعل ده اسمه a sound، وده وقته طويل ومفخم ومفتوح شوية، يعني ما تضموش قوي وتقول لي cost. دي كلمة تانية. الفعل بينطق cost. بعد كده bat bat bat. خلي بالك الصوت المتحرك ده اسمه short e، وده مفتوح شوية ما تكسروش خالص وتقول لي bit. الفعل ده بينطق bat. بعد كده let 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 short e برضو مفتوح. واخيرا الفعل يقرأ. الفعل ده رخم شوية عشان التصريف الاول بيتكتب نفس التصريف الثاني والثالث بس النطق بتاعه مختلف عنهم. التصريف الاول بينطق read، الصوت المتحرك اللي فيه اسمه long e، وده عامل زي مد الياء عندنا e فتبقى read. انما التصريف الثاني والثالث بينطقوا read، الصوت المتحرك اللي فيهم short e، وانا لسه قايل لك ان هو مفتوح دلوقتي red، يعني بينطقوا بنفس النطق بتاع اللون الاحمر red. لو تعرف افعال تانية التصريف الاول بتاعها هو نفسه التصريف الثاني والثالث اكتبها في كومنت، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير.